ايه الحاجة اللي خلتك تحودي وتخليها تراكك؟ طول عمري نفسي ابقى واحدة مشهورة، واحدة معروفة. الحاجة الوحيدة اللي كانت بتخليني ابقى طفلة هادية ان انا اقعد امسك ابرة وفتلة واقعد مع نفسي كده اجرب. انت بقى دقيقة. الشغل ده عشان تشتغليه يطلع حلو عايز مزاج. اطلع كبيرة عجوزة بتاع، بس دي حاجتي. ايه الخطة المستقبلية ليكي؟ الدقة المتناهية في الزمن اللي احنا فيه دي ما تكسبش. فنانة فاقت حدود الفن لانها بتشتغل كل حاجة بايديها. حكايتها النهاردة حكاية جميلة جدا مع سيدة فنانة فاقت حدود الفن لانها بتشتغل كل حاجة بايديها. ومش بس كده، لا دي خلصت كل اللي وراها وتفرغت لشغفها في الفن. تعالوا نتعرف عليها. معانا عزة عرفات منوراني النهارده في حكايتها بودكاست. منورة وبصراحة أنا سعيدة جدا جدا بوجودك معانا، وسعيدة أكتر بكل اللي بتعمليه ومبهورة بيه. ومبهورة بيكي وانتي بتعملي موديلينج وحركات شفتي؟ وكده على الفيسبوك. أيوة. وعايزة بقى تخشي معانا تحكي لنا حكايتك بالظبط من الأول خالص، ودخلتي ازاي وصلتي ازاي بعد ما خلصتي كل مهامك الرسمية كأم بقى وسيدة وكل الحاجات دي. بصي الحكايه بسيطه خالص. لا عايزين نتعمق احكيها لك، ما انا فيها. هقولها لك اهو. منى الابره والخيط والتريكو والموسيقى وتعملي اكل. كانت زمان المدارس فيها كل الحاجات دي. والاهل في البيت، مامتي، جدتي، مرات عمي، يعني كنت عايشه في جو محيط بكل الحاجات اللي تسهل لي دي. اوكي. انا بطبيعتي كنت طفله شقيه آه. من وانا صغيره، يعني ليا كوارث بتحصل. آم، شقيه، طفله شقيه. الحاجه الوحيده اللي كانت بتخليني ابقى طفله هاديه ان انا اقعد امسك ابره وفتله واقعد مع نفسي كده اجرب. يا يعني اول مره انا فاكره اشتريت تابلو صغير كان مكتوب عليه نونو ماركته، وهي من شركه بتعمل حاجات كده. كان يمكن كله بالخيط كله على بعضه مثلا ب5 صاغ وقتها. واقعد اشتغل فيه، كنت ابقى فرحانه جدا. واجي عند عين الكتكوت احط خرزه، يعني لازم ادي تاتشات، حاجات بقى من عندي. اوكي. تطلع حلوه تطلع وحشه، مبسوطه بيها. آه. فبقيت كل شويه طموحي يكبر. طب انا عملت واحد صغير كان كتكوت صغير، عملت مثلا بطه اكبر شويه، بدات بنت رايحه المدرسه. آه. انا عندي على فكره الحاجات دي لحد دلوقتي. فعلا. البنت بقى اللي رايحه المدرسه كان شعرها اصفر وملموم كده من ورا حلو، وماسكه الشنطه والشمس طالعه والسما زرقاء. بصي لا حاجه لا لا جميله. لا. فكنت اقول انا لما يبقى عندي بنت عايزاها تبقى بالشكل ده، اوكي. هعمل لها يعني ده كل ده وانا مثلا ما جبتش 10 11 سنه. ما شاء الله، انتوا اخوات كتير؟ لا انا بنت وحيده واخ وحيد. اوكي. فبدات بقى اللي انا بعمل كده. هو بدات مثلا 17 18 الحاجات تكبر. طب اعمل بلوفر ليا. اه. كنت كل اسبوع في ايام الكليه لازم اروح كل اسبوع ببلوفر جديد وانا اللي عاملاه. وتلاقي البنات يتلموا حواليا والله وما شاء الله وحاجات كده. فكانت الحاجات دي بالنسبه لي، ما هو كل واحد عنده مشكله. انا شقيه، فالحاجات دي كانت بتخليني ابقى قاعده في حالي كده. اه. لحد لما اتخطبت وجيت فستان فرحي. طبعا انا بنت وحيده، عايزين بقى يعملوا ويشيلوا ويحطوا وبتاع، وانا بسمع وما بردش عليهم. قلت لهم انا اللي عايزه اعمل الفستان. طبعا مش عايزه اقول لك. ده يوم العمر طب افرض وفستان العمر. باظ، قلت لهم ما نعملش فرح، ايه المشكله؟ انت في اللالا كمان. يعني ايه المشكله؟ الفستان باظ خلاص، مش لازم فرح يعني. المهم قعدت يمكن 2.5 شهر اعمل فيه. بصراحه كانت بتشجعني واحده فيه قوي بصراحه، الله يرحمها، حماتي. اه. وتقول لي برافو وبتاع، وتنزل معايا ونروح ونشتري الخرز والخرج النجف والخرز الصغير. ما كانش بقى فيه كمية ترتر وحاجات. اه. كله الحاجات النمنم الصغيرة. أيوة.
الفستان خلص طبعا، عايزه اقول لك وانا لابساه تقيل. مم. الديل انا حد يوم الفرح بشتغل في الديل بزود. ياه. طلع طبعا تحفه. مم. ساعتها انا خدت جوايا حاجه، لا انا عندي حاجه حلوه بعرف اعملها. عندك موهبة. المهم اتجوزت بتاع حامل، هجيب بنت. قعدت اعمل لها بقى كل الجاكيتات والبلوفرات بتاعت بيبي صغير، عارفه البيت ماشيه واحده واحده. مم. بتاع العيال كبروا، تمارين دروس بتاع. الشغل ده عشان تشتغليه يطلع حلو عايز مزاج. عايز ابقى روقان. قاعده ما ورايش حاجه. مم. يعني مش مثلا بشتغل حبه عشان اقوم اعمل اكل، مم. اشتغل حبه عشان هوصل، لا، مم. انا احب اقعد بمزاج. ما اقومش غير وهي خالصه. ياه. تاخد اسبوع، تاخد بتاع، اهو اخلص اكل انام اقوم تاني يوم اكمل. مم. وعايز يبقى بالك مرتاح، ما بتفكريش غير انك مثلا ممكن تغيري. لو حطيت مثلا اللون ده مكان ده. مم. اشتغلت التابلوهات السيرما، مش الفيل والحاجات أيوة، اللي أيوة. هنا. لا، حاجات جميلة. انا البيت عندي انا اللي عاملة الحاجة دي كلها. الاباجورات، كل الحاجات دي انا بعملها، محدش علمها لي. من نفسك. احنا البيت كله كده، حتى بنت خالتي كله كده، احنا طالعين كده. عيلة فنانة كلها. خلي بالك زمان كلهم كانوا كده. انا مامتي كده فعلا، زمان كلهم تعمل كل حاجة بايديها. بس الشاطر اللي هو كان يكمل في الجيل بتاعنا. أيوة، صح، الشاطر صح. هو اللي يكمل. فانا بقيت الحاجات دي عندي، مثلا الخياطة عرفتها وكده منهم، بس جيت رحت اتعلمتها على اصولها في مدرسة في اسكندرية كده جنبنا. انت اصلا من اسكندرية؟ انا اصلا من الصعيد، من الصعيد. بس ظروف جيت اسكندرية وكملت، انما اصلا صعيدية صرف. يعني بصي صعيدية. منين من الصعيد؟ والحاجات دي من نجا حمادي. أيوة. كان بابايا بيشتغل في شركات السكر هناك، وطلعت وتربيت هناك، وكل اللي انا فيه ده الشغل والحاجات دي ونشوفية الدماغ والشقاوة كل دي من هناك. والدعم، و دعم باباكي ومامتك كانوا ليكي وانت لا، صغيرة؟ بابايا يعني بصي ما اقدرش اقولك بابايا ده كان بالنسبة لي كان عامل لي ايه. فممكن اداني القوة، اداني ان انا ابقى مسيطرة، ما بقاش واثقة من نفسك عندك. ما ازعلش اما حاجة تحصل لي تضايقني ازعل، بس لازم تتعلمي منها وما توجعكيش بحيث انك تقفي ما تكمليش. عندي ثبات انفعالي ده منه، ما يبانش يعني ما تقدريش تعرفي متضايقة مبسوطة زعلانة فرحانة طيبة جدا زيه. بصي واخدة منه يمكن كل حاجة. ووالدتك؟ والدتي بقى كانت طيبة خالص. يعني لو ما اقول لها حاجة كانت تقول لي تصدق، يعني ست طيبة خالص، طيبة جدا. ايوه. يمكن برضو اللي انا فيه، وان ربنا سهل لي حاجات كتير في حياتي، وكان ممكن حياتي ما تبقاش كده، دعواتها فعلا. ايه الحاجة اللي خلتك تحودي وتخليها تراكك، يعني تخلي الموهبة دي الفن ده هو اللي انت عايزة تكملي فيه؟ ايه اللي كنت بتحلمي بايه وانت صغيرة؟ كنت عايزة لا، وانا صغيرة كان عندي احلام كتيرة كتيرة قوي. ما طول عمري نفسي ابقى واحدة مشهورة، واحدة معروفة، واحدة لها الناس تقول دي فلانة، بس بالحاجات الحلوة مش طبعا كده اهو. فده ما لقيتهوش في شغلي. احنا بنروح الصبح في ميعاد، بنمشي في ميعاد، بتأدي شغل الطلب منك سواء بتحبيه او ما بتحبيهوش. بتيجي اخر الشهر بتاخدي مرتب بتاع حاجة مملة. بتتعاملي مع ناس كل يوم ممكن ما بتحبيهمش، ممكن مش متوافقين معاكي، بس مضطرة. فكرت كتير على فكرة ان انا اسيب الشغل ده. مش لان الشغل وحش، لان انا شخصيتي مش الشغلة دي. انا المشكلة عندي انا. ولما طلعت معاش ما فكرتش اطلاقا ان انا اعمل حاجة كده، ما كانتش في بالي خالص. ده هي جت صدفة بحتة، لقيت نفسي في الموضوع، ومش لقيت نفسي في الموضوع، ولقيت نفسي بتميز
ولقيت نفسي يمكن ده طبع فيا ان انا احب الحاجة تبقى صح 200%. دخلت بقى المجال ده بالصدفة البحتة خالص، يعني انا عمري ما تخيلت ان انا يبقى عندي براند، او ان انا اعمل او افكر ان انا ازود البراند بتاعي يبقى معايا ناس. انت بداتي ازاي اصلا؟ يعني انت بدأت طلعتي معاش؟ صدفة. لا، طلعت معاش اكتوبر 22. اوكي. سافرت واتفسحت ورحت وجيت شرق وغرب. بالظبط ديسمبر 23 كنت في معرض في اسكندرية، الهاندي كرافت ده زي تراثنا اللي بيتعمل في مصر بس على حاجة مصغرة شوية. فحال واحدة شايفاني واقفة كل يوم بروح انت بتروحي بقى تعرضي حاجتك لا هناك؟ ما بعرضش. ما بتعرضيش؟ انا انت رايحة هتتفرجي؟ اتفرج. اروح بقى من الصبح تتمشي ظهر بقى. كده واقعد بقى واشوف دي، والله دي حلوه، طب ليه ما عملتيهاش كده، ليه مش شلتيهاش، يعني كاني ايه من صحاب المعرض. فقاعده بقى ومبسوطه متسليه، واجوع اجيب حاجه اكلها، بضيع وقت. فلقيت واحده بتقولي هو انت بتعرفي تشتغلي؟ فمعايا صاحبتي قالت لها بتعرفي تشتغل دي فنانه طول عمرها. بتقولي طب ما بتجيش تنزلي معانا ليه؟ قلت لها لا يعني انا ما اعرفش. قالت لي طب خلاص انا عامله معرض صغير في مارس، تعالي انزلي معانا. قلت لها ما عنديش حاجه. قالت لي هاتي حاجتك. المهم فعلا خدت حاجتي وعملت شويه حاجات صغيره تارات كده مشغوله لرمضان. صغيره حاجات ايه بسيطه كده. عايزه اقول لك نجحت نجاح فعلا. عايزه اقول لا، ويومها بقى جنون العظمه خدتني بقى. انا بقيت مشهوره بقى خلاص. هنجح يعني هنجح. لا انا هقلب الموضوع بقى. لا لازم يبقى معايا في حد، لازم يبقى معايا ناس. وخلي بالك الناس اللي معايا لما تقعدي تتكلمي معاهم انتي بتتكلمي معايا كوبي بيست، ماني ما اعرفهمش قبل كده. فعلا. ناس يعملوا ايه بقى؟ يشتغلوا معاكي عشان يشتغلوا تكبري معايا. ما هو انت انا مش هقدر اشتغل. لا هم بيعرفوا يشتغلوا اصلا. اوكي. وهم انا ونفس الفكر والمزاج، بيحبوا الشغل، مش بتشتغل علشان عايزه فلوس مني. ايوه. ما هو لو على كده ما هم موجودين. صح. ونفس الفكره ونفس لا دي خلاص دي مش هنعملها، لا دي وحشه، الحته دي مش زي دي، مع انها تعدي وتعدي ومحدش، انما لا انت بقى دقيقه. ما انا بقى الحاجه كأن انا همسكها. يعني كنت في اليونان، واحده قريبتي شافت شنطه عجبتها قوي، كانت بكام؟ ب 175 يورو. فانا وقفت فكرت شويه كده، رحت صورتها قلت لها هعملها لك ومش بالمبلغ ده، وعملتها فعلا. احلى منها. التانية ايديها قماش، دي ايد جلد، من جوه الفينيشنج حاجه شياكه قوي. يعني خساره تروحي بيها البحر. ما شاء الله. فبصي بس انت طبعا انت قلتي لي ان انت كنت بتشتغلي في مجال الاوديتنج، المراجعه. ما عشان كده ما حبيتهاش. بس هما كانوا حابينك. ما هو ما اعرفش ليه، لان انت غالبا داخله في كل التفاصيل. بصي مش شرط، ممكن بياخدوها ان انا جامده شويه، مش هتهاون، ممكن. أيوة ممكن. بصي اكيد له وجهه نظر. بصي ممكن. انما انا فيا طبع يمكن ده واخده من بابايا الله يرحمه، لازم تبقي في صوره محدش يقدر يطلع فيكي حاجه غلط. ما حدش يمسك عليكي حاجه خالص. خالص. باباكي اثر فيكي قوي يا عزه. طبعا. طبعا. اكتر حاجه اثرت فيكي كانت ايه؟ في هو كشخص منه يعني؟ لا تقريبا هو يعني كل حاجه. لا يعني حاجه، موقف حصل. لا كفايه مستحملني كتير. لا خلي بالك، لا راجل صعيدي اما تبقى البنت شقيه، يوم تقع، يوم دماغها تتفتح، يوم مش عارف ايه، يوم ايه، لا إيه سباقات عجل داخله بتاع. ما يعني مثلا السباحه كانوا بيعملوا في مصانع السكر هناك يوم 23 يوليو بطولات بين المصانع، رياضه وحاجات ثقافيه وحاجات دينيه. فكانت الرياضه دي هو حتى كان يقول لي بالراحه، السباحه دي كان لازم اكسبهم. اوكي. يعني بالعافيه. يعني هموتنا. انت ما فكرتيش ان انت بعد ما طلعتي معاش ان انت تريحي بقى وما تعمليش حاجه تانية؟ انا ريحت شويه، اتفسحت وكده، بس ده مش انا. يعني رحت شويه، خرجت شويه، ممكن عشان حياتي عموما كنت شغل، اصحى الصبح 5 اودي ابني التمرين، ارجع مش عارف، يعني كنت مركزه مع الولاد قوي. فما كانش عندي مجال ان انا هخرج كل يوم، هروح اتغدى بره، هتعشى بره،
او ما حبيتش دي، مم. يعني اعملها بس مش هي دي الحياه، مم. فما حبيتهاش. مم. فلما جت بقى دي قالت لي تيجي معايا، اجي معاكي يعني. آه. بصي ما فكرتش، ورحت وكاني مثلا بقالي 10 سنين شغاله وواقفه. ويومها بعد ما خلصت وروحت البيت، طب وليه لا، على راي مروه ايوه هريدي، بالظبط. ليه لا، طب يلا بقى. وبدات بقى، بدات ان حياتي اليوم بتاعي اصحى انزل اشوف ايه الحاجات اللي انا عايزه اعملها، ايه اللي هشتريه، ايه الفكره اللي هتتعمل جديده. في يعني ما في ناس كتير بتعمل اشغال مم. هاند ميد، ورود وبتاع ومش عارف، ماشي. طب ليه ما اعملش حاجه انا ابقى بحس ان انا بكلمها، انا حكايه. يعني انا هوريكي حاجه كده، اها يعني مثلا شوفي دي، اللي فيها محدش كده. يجي في باله مم. يعمل حاجه. دي شنطه حكايه. اي دي حكايه، حكايتها. وفعلا انا منزلاها ان دي حكايه، فعلا. كاتبه دي حكايه. ممكن ام تاخدها لحاجه ولادها وهي خارجه، ممكن ليا انا بالظبط. بتاع. تشوفي الضفيره بتاعت البنت، بورنيطه، الشنطه، الطبيعه، لا جميله. نفس الكواليتي بتاع القماش. لا وعلى الخيش مش اي حد. وعلى الخيش. قصة الخيش دي ده، مش اي حد الخيش ده انا شفته في الصعيد. ايوه. يعني في واحده جت مره بازار قالت لي ايه ده خيش، مش هقول لك قالت ايه يعني. مم. فانا بصيت لها كده، قلت لها انتي منين؟ قالت لي، قلت لها انا بقى من الصعيد ما الجواني. الصعيد هو اللي مشهور بال الصعيد بقى الخيش ده بيعملوا منه البيت كله. ممكن تلاقي الرانر، الشابو بتاع بالظبط كده. اللامبدير معمول بالخيش ونازل منه شراشيب. الناس اللي هي مش ميسورة الحال بيعملوا لبس خيش عشان يدفيهم الصبح. بصي له الخيش ده حاجات كتير، أساسي. له بالظبط كده. ايوه بالظبط. انما مش معمول عشان يحطوا فيه القطن بس. اوكي. حطوا فيه القطن، قلت لها يحطوا فيه القطن ده عندكم في إنما بلدكم. احنا عندنا الخيش ده بيبقى موجود في بيوت بشوات، بيتعمل بيه حاجات انت ما تتخيليهاش. جميل 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 وجميله جدا ولذيذ كمان ان هي حكايه. انا شفت كذا برودكت وهنطلعهم في الصور ان شاء الله معانا في الحلقه باذن الله. بس القصه بقى كمان ان كل انسان بيعدي عليه مواقف بتبقى او بتعدي عليه حكايه بيشوفها سواء في اهله او في المحاطين بيه، بتكون هي دي اللي بتبقى جوه اللاوعي بتاعه وبتخليه يحول التحويلات. ايه بقى اللي عدى عليك؟ اللي عدى عليا ان بابايا شخصيته قويه، مش عارفه اقول لك، يمكن تديله زي زكي رستم كده. اوكي. حاجه، لا حاجه صعبه. إيه ان انا اشوفه يوم ما طلع معاش. هو طلع معاش برضو 8 اكتوبر برضو، ومش عاملين التاريخ عشان نبقى زي بعض، دي صدفه بحته. اتولدت في نفس اليوم وهو منهار. وهو مش مستوعب ان هو هيصحى الصبح يقعد في البيت. شفت دموع في عينيه، عايزه اقول لك قلبي وجعني طبعا. بس برضه كنت مش مستوعبه. فبقيت مثلا الصبح اقول له تعالى وصلني الكليه، خد الورق ده اكتبه، عشان انا مش بلحق اكتب في المحاضرات، انا جايباه من الناس، واعمله بحيث ان انا اشغله. لا ما استحملش. مات. ما كانش عيان؟ كان لا ما كانش ده، ولا عنده ضغط ولا سكر ولا اي حاجه. راجل رياضي جميل. بصي شخصيه يعني، خدي كده زكي رستم في جبروته وبتاع، وحسين رياض في طيبته. اوكي. فراجل بصي يعني ما طبعا لما انا شفت كده وانه مات اثرتي جدا. طبعا. لا الحياه اتهزت بقى. بس كنت دايما حاطه قدامي مش هتهز زيه. لما جيت بقى خلاص انا عارفه انا هطلع معاش، من يوم ما اشتغلت عارفه انا هطلع معاش في اليوم ده. يمكن كمان عشان ما كنتش حابه الشغل. بس انا حاطه قدامي مش يعني ايه المعاش اللي يتعبني ويموتني ده. لا لما جيت طلعت معاش، خدي قبل ما اطلع بشهر وبعد ما طلعت بشهرين 3 تبقي مش مستوعبه ان حياتك اتغيرت تماما. تغيير هويه دي بتشوفي ناس كنت في ناس ما بتشوفيهمش وكنت كل يوم تشوفيهم. صح. في ناس بتقعدي معاهم الصبح مثلا تشربي قهوه وتشربي بتاع ونتكلم، الموضوع ده كله انتهى.
فلازم تبتدي تفكري ان انتي تغيري حياتك، او ما انتي مش عارفه هتعيشي قد ايه، صح. فما تبقاش عيشه نكد. صحيح. فابتدي بقى شوفي خرجت شويه بتاع لحد ما جت حكايه نيدل بوينت دي. حلوة قوي. وعايزه اقول لك مش انا اللي مختاره الاسم، امال مين اللي اختار؟ اللي قالت لي تعالي. فعلا اه بتاعت والله. مارس دي ده هي حتى بتقولي، قلت لها ده ما عنديش، طب انا اسميه ايه؟ فضلت بصالي كده قالت لي ايه رايك في نيدل بوينت؟ قلت لها تصدقي لذيذ. فعلا. وما غيرتهوش، ومش يعني مكسوفه اقول ان هي اللي اختارت لي الاسم. لا حلوة والله. ما شاء الله. جميل جميل. بتعملي ايه بقى غير ممكن الشنط؟ بعمل تابلوهات، ممكن اعمل على الهدوم اي حاجه فيها خيط وابره. ممكن وانا قاعده على الايباد كده اتفرج الاقي حاجه انا ما عملتهاش قبل كده، طب ليه ما اعملهاش؟ ممكن حاجات بالخرز، اي حاجه. انا برضو شايفاكي انت بتعرضي بنفسك حاجتي انا ما وبتصوري. كانت عمري، كان طول عمري نفسي نفسك ايه؟ كان نفسي اشتغل مانيكان في فعلا؟ فتره. جبت مره حد يصور لي الحاجه بتاعتي، فوانا واقفه هم بيصوروا، هم جمال البنات جمال، بس هم مش حاسين بالحاجه، مش حساها. سبتهم، جيت تاني مره قلت له على فكره انا اللي هتصور بالحاجه. قال لي ازاي بس حضرتك؟ قلت له انت مالك، انا هتصور، هطلع كبيره عجوزه بتاع، بس دي حاجتي. اوكي. بقيت اتصور بيها. لا جميلة. والله تطلع حلوه وحشه مش مشكله. لا حلوة إنها- وحققتي لنفسك فيها. وحققت اللي نفسي فيه. وساعات بتصور بعمل حاجات لناس حبايبي صحابي، وبتطلع الحاجه حلوه عليا جدا من شغلهم. فليه لا؟ ايوه. لا بضايق حد ولا بزعل حد ولا حاجه. بيعدي الواحد حاجات بقى فترات كتيرة قوي بيبقى حاسس ان هو داون، او بيبقى يعني مش حاسس ان هو في احسن صوره. ايه الحاجة اللي ممكن تخليكي تبقي داون؟ لا بصي، انا عزه اه. مفيش حاجه تخليني مش في احسن صوري، او حاجه تضايقني او تزعلني او توجعني، الا لو حاجه جت على اولادي. حاجه تانية تقولي لي الشغل، الشنط ما اتباعتش، ده كل ده ورق حديد بتاع، ولا تفرق. المهم ان يبقوا حاجه بعيده عن ولادي بس. ولادك مبسوطين بقى بالتكملة اللي انت مكملاها؟ مبسوطين، بيبقوا فرحانين. وبشوف في عينيهم كده، وبلاقي كومنتات حلوه منهم. مقدرين تعبي السنين اللي فاتت. لا بصراحه بيشجعوني. هايل. عزة، برضو القصة دي بالانفتاح بتاعها بالبازارات، بالقصة دي ما هياش سهلة. لا وما هياش مربحة قوي برضو. لا مربحة لناس. في ناس بيكسبوا منها قد اللي صرفوه 3-4 مرات. انت ايه اللي بيحصل انا معاكي بالنسبة لي بقى اللي بصرفه بيرجع. طب الحمد لله. ما الحمد لله. واوقات ما بيرجع. بتكسبيش؟ لا ما بكسبش ما بكسبش. ليه؟ يمكن عشان دقيقة قوي في الشغل. بصي، الدقة المتناهية في الزمن اللي احنا فيه دي ما تكسبش. بس انا بعمل حاجة بحبها، وما احبش حد ياخد مني حاجة انت بتبقيش راضية عنها. لا، ويجي يقول لي دي فيها. يعني مرة عملت حاجة برودكت من عندي ومكسر الدنيا، لقيت 3 او واحدة 2 اشتروا في نفس الوقت، ما يعرفوش بعض، وخدته. ولقيتها بتكلمني، بعتالي فويس مسج صوتها كله زعر. مدام عزة القفل اتكسر بتاع، مش قلتها صوريه؟ قلتها ولا حاجة، اخده منك. انتي فين؟ قلت في حتة في خلاص، هاخده منك بكرة وهجيبهولك كمان يومين، مفيش وغيرت القفل، والقفل كان غالي مش رخيص. وقلت للراجل اللي انا اشتريت منه، قال لي ازاي؟ قلت له اهو اللي حصل ووريتهوله. بعدها بكام يوم اتكررت الحكاية، غيرته بتاع، لقيت بقى ايه، ما ممكن يبقى سوء استعمال منهم. فرحت قلت يا جماعة، الحاجات الهاند ميد دي ما بتتغسلش. واللي بيستعملها الهاند ميد بالذات استعمال يكون بحرص، ولما بتشيليها بحرص. صح. ما تترميش في الدولاب وهدوم فوقها وحاجات، يعني الحاجات دي بتبقى لها استعمال معين. وما حصلش حاجة تاني. انما الناس دول بقى صحابي. صحيح. ليه؟ لان هي استغربت ان انا التانية تقول لها لا انتي واخداه بقالك اسبوعين، انا ماليش فيه. لا انا بقى في الحاجات دي لا طبعا، لان ده سمعتك. لا، وما احبش حد يقول عليا ان انا شغلي مش قوي، الاكسسوري بتاعتي مش حلوه. لا. معاكي كام حد بيشتغل معاكي؟ 2. 2.
اوكي، بتنزلوا بازارات على طول؟ عندكم خطة بقى؟ ايه الخطة المستقبلية ليكي في بالك يعني؟ ان احنا يديكي الصحة نزيد طبعا ولا؟ نزيد اه. بس الزيادة يبقوا زي الاتنين، واعتقد صعب ان انا الاقي زيهم. امم. دي واضحة، والاتنين دول مش بيشتغلوا معايا. انا بعتبرهم وهم فاهمين ان اي حاجة بتحصل هتيجي علينا كلنا مش عليهم. امم. لو انا عملت بازار وهم مقدرين دي فيا وخلصت وجاي الفلوس معايا، هم الاول. امم. عشان كده بقولك ما بكسبش، اوكي. هم. طبعا. وبعدين ابتدي اشوف الحاجات اللي اشتريتها اه. وكده، بيطلع ماليش حاجة، مش مشكلة. اوكي. مش مشكلة، اوكي. المهم ان هما مبسوطين، ما خسرتش. امم. ما هو الفلوس بتاعتي اللي صرفتها رجعت خلاص. مم. طيب، ولكن اكيد حاطه لنفسك خطه، ولا انت سايباها كده زي ما تيجي؟ يعني ايه، عايزه بصي، تخشي في تراكات تانية في الشغل ولا؟ ساعات افكر ليه مش لبس، بس ما بحبش ادخل في اللبس قوي لان عارفه متعبين مم. والمقاسات والبتاع. فمش عايزه، انا عايزه حاجه ابقى مستمتعه بيها. مم. انما مم. ممكن بعمل ليا لبس مم. انا اقف بيه في البازار، يبقوا اه. شايفين اوكي. ايه ده، اقول لهم طب لا، لو عايزاني اعمل لك دي هيبقى لها قصه تانية خالص يعني. عشان هتبقى برايفت بقى، يعني حاجه خاصه، بالاوردر مش كده. مش انما ما اعملش كميات واقف اه. عشان تتباع وما تتباعش. لا. اه. لا، ما ينفعش مم، الكلام ده. مم، مم. لا، البرودكت جميل. طيب، انت عندك ولد وبنت، عندي ولد. طلعوا عندهم نفس بنتي فعلا؟ بنتي ومعلمتهاش حاجه. ها. يعني انا ما قعدتش مره قلت لها بصي دي بتتعمل ازاي. واتجوزت وراحت المانيا، وجينا وقت الكورونا هناك، بقى الكورونا عندهم حبس حبس. اه. فكانت مكتئبة، فقلت لها بصي افتحي اعملي اي حاجة، اشتغلي اي حاجة. ما ممكن تشتري من هناك وبتجيلها على البيت صح. وتشتغل. المهم واحدة واحدة لقيتها مخيطة بنطلون صغير بتاع بيبي. قلت لها الله ده جميل، وبدأنا دلوقتي فاتحة لاين هناك. فعلا. اه ما شاء الله. يعني حتى ما حد يقولي شكلك مش باين عليك انك بتعرفي تعملي الحاجة دي، مم. انت جايبة حد هو اللي بيعمل لك اه. الحاجة. اروح بعتلهم بنتي، شوفوا اهي دي وراثة. اه الحاجات دي بتبقى فعلا وراثة. يعني انا ما افتكرش ان حد قاعد يعلمني، بدليل ان الاكل بتاعي عادي واقل من العادي، اللي هو البيزك. انما ما اقدرش مثلا اعمل محشي، اعمل بتاع، لا مش. على كل واحد وهواياته بس يعني. ايوه كده. يعني انا عندي مامتي فنانه زي كده، بس انا طباخه، بس فهي الموضوع فالموضوع أنا ملوش لا، علاقه. انا ماليش في الاكل. لا ملوش ماليش علاقه. ماليش فيه. ولكن دي عايزه لا ماليش في جهد الاكل. معين وعينين انما معينه. طبعا ما اقدرش انكر ان قعدتي في الصعيد لا اتعلمت منها كتير. خلي بالك هناك الحاجات دي الشغل رهيب. ده هنا لو في البلد يعرفوا الصعيد ده مليان ايه. بلاد معينه، خدي يعني مثلا عندك في اسيوط وفي سوهاج وفي حاجات دي واخميم بيعملوا الكوفرتات لا لا، ده في حاجات. والتلي، صناعه التل التلي ده انت طبعا. لو تخشي في الصعيد ده. التلي دي جميله جدا. جميله وجديده ومش معروفه قوي لا بره طبعا الاجانب طبعا يموتوا في الحاجات بس دي. في مصر مش لا في مصر لا. احنا الشعب بتاعنا بيحب البراندات اكتر. ايه اللي غير ولادك طبعا غير كل ده، ايه اللي بيتعبك من الزباين بتاعتك؟ يعني حاجات بتوجعك؟ لا بصي بقى، انا لما ابقى واقفه في بازار وتيجي واحده، بصي يعني طبعا الناس تيجي واحده احس انها مش مريحاني، او لا دي متباعه، او اضرب سعر غالي طفشيها يعني. انما انا احب اللي يشتري حاجتي يبقى حد زيي بيحب الحاجات دي. بيحبها، يعني مش مجرد شراء وخلاص. لا بيحبها، وبحس ان هو فعلا بيبقى حابب الشنطه. أيوه. يعني في ناس اشتروا بيتواصلوا معايا بعدها ومش عارفه ايه وبتاع ايه، وتحسي ان هم فرحانين بالحاجه. صح. فلا ما حدش انا بحس بيه وهو جاي، ما بدوش فرصه. ما بتديش؟ لا 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 ما بديش ما فرصه. تسيبيش حاجه لا لا لا. وبعد كده اللي مش عاجبه حاجه ما تشتريش. انا مش ولما واحده تبتدي تفاصل اقول لا انا مش بياعه. هي كده. برافو عليكي. برافو عليكي. وكله في اسكندريه ولا بتعملي في القاهره؟ لا برضه؟ باجي هنا في القاهره وفي الساحل وفي اسكندريه. يعني انا بدات 24، احنا دلوقتي 26. لا بصراحه في سنتين عملت انجاز. والله برافو عليكي. وكتير يعرفوني يعني وناس ما يعرفهمش. فده يعني لا ان شاء الله.
ان هايل. شاء الله ان شاء لا احنا الله. نحب نشوف اكتر واكتر باذن هتشوفي الله. هتشوفي لا انا مبسوطه بيكي جدا وسعيده هتشوفي. ومدياني امل في ربنا الحياه. يديني العمر كده. لا والله يديكي العمر ان شاء الله. عارفه الشغل ده بيخليكي، بيعالجك نفسيا طبعاً. وصحيا، طبعاً. حاجات كتيره يعني. يخليكي حاسه ان عندك حاجه بتعمليها في الحياه. ايوه عندي ليكي هدف، قيمة، ليكي عندي قيمة. هدف، عندي هدف. يا ربنا يديكي الصحة وسعدت سي. بيكي جدا ونشوف أكتر. وأنا هاخد الشنطة دي. اتفضليها دي أنا هاخد الحكاية دي. خدي الحكايه، وعايزاكي الحكايه أنا هاخد دي. الحكاية دي لازم إن الحكاية شاء الله. دي. أيوة دي خلاص اتصدرت. الحكايه دي عايزاكي تعملي أنا بيها هعمل بقى بيها شغل. حكاية. خلاص خلاص خلاص. نورتيني ميرسي. وشرفتيني ومن ميرسي. نجاح لنجاح بإذن الله. ميرسي. وإن شاء الله نشوفك في معارض قريبة ان شاء بقى بإذن الله الله. ان شاء الله. سعدنا بيكم واستنونا في حكايات تانية من حكايتها بودكاست.